السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي القمر؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده انا حطيت الزيت في الطاسه زي ما انتم شايفين، وعملت لاولادي احلى عيش سوري. شايفين عامل ازاي؟ وحلوه جدا جدا جدا، وطريقه اهو طري جدا اهو، طري جدا جدا باقل المكونات، وطلع حلو جدا. وبدل ما بنشتريه من بره بالغالي احنا هنعمله في البيت. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. المكونات اللي عندنا: هجيب 3 كوبايات دقيق من دي، معلقه زيت اهي صغيره، دي معلقه لبن بودره اختياري مش اجباري، معلقه سكر، كوبايه ميه دافيه. يلا نشوف هنعمل الوصفه ازاي. انا هفضي الدقيق بتاعي كده اهو، 3 كوبايات بتوعي، ادي الكوبايه التانيه، واحط بقى الكوبايه التالته. انا كده فضيت ال3 كوبايات، وهنزل عليهم باللبن. اللبن البودر ده احنا قلنا اختياري، ولو عندك لبن عادي يكون احسن تستبدليه بدل الميه. وهحط السكر اهو، وهحط هنا رشه ملح بسيطه اهي، شايفين قد ايه؟ ذره صغيره. وهقلبهم مع بعض. دلوقتي احنا هنقلبهم كويس جدا مع بعض بالمعلقه، وبعد كده ننزل عليهم بالميه الدافيه شويه شويه. دلوقتي يا حبايبي شايفين انا عملته كله، قلبته كويس جدا بالمعلقه. انا هستغنى بقى هنا عن المعلقه واستخدم ايدي، وهبدا اقلبه كده مع بعضه كويس. لو لقيت العجينه بتاعتي محتاجه حبه دقيق بحط لها معلقه صغيره مش كتير، لحد ما تبقى عجينه ماسكه معايا. دلوقتي يا حبايبي انا زودتها معلقه دقيق بس، انا عايزاها تبقى كده. وهنزل بقى بالزيت بتاعي واقلبهم كويس جدا مع بعض لحد ما تبقى عجينه ماسكه. شايفين يا حبايبي بعد ما عملتها بالزيت بقت عامله عندي عجينه ازاي؟ دي بقى اللي هتدينا احلى عيش سوري اللي احنا اللي بنشتريه من بره بنعمل بيه السندوتشات. انا هنا خلاص هي من غير خميره ولا اي حاجه اهي، شايفين عامله ازاي؟ انا بقى هلمها كويس كده واسيبها تريح قيمه مثلا 10 دقايق، وبعدين تعالوا نشوف هنعملها ازاي. دلوقتي ده يا حبايبي بعد ما العجينه بتاعتي ريحت، انا هاجي هنا بقى هقسمها ايه، انت تتحكمي في الحجم اللي انت عايزاه. انا هعملها هنا كور صغيره عشان انا مش عايزاها كبيره. شايفين هرصها كده. ده يا حبيبي شكلهم بعد ما خلصتهم. يلا انا بقى دلوقتي هفردهم. احنا هنعمل هنا في الخطوه دي هنجيب معلقه دقيق كبيره، وكل ما نحتاج دقيقه هنزود. وهجيب البتاع اللي انا بفرد بيها العجينه دي، طبعا كلنا عندنا زيها. فانا هاجي هنا بقى ارش حبه دقيق كويسين، شايفين قد ايه؟ وهمسك واحده من بتوعي كده اهي، شايفين؟ اهم حاجه كميه الدقيق، شايفين اهو. افردها كده شويه، وبعد كده اجيب دي افرد فيها على قد ما اقدر. وزي ما قلت لكم اهم حاجه كميه الدقيق. شايفين طالعه معايا رقيقه وحلوه ازاي؟ هنا دي اللي بيخلي تتفرد معايا كويس الدقيق، وما بيخليهاش تلزق ولا تبوظ. لازم كميه الدقيق تكون كبيره. شايفين؟ شايفين بقت رقيقه ازاي؟ تبقى رقيقه معايا. ولو اتفردت اكتر من كده نفردها برضو. فردتها على قد الصينيه بتاعتي اللي انا هسوي فيها. شايفين عامله ازاي؟ حلوه جدا جدا. فانا هاجي بقى اجيب طبق زي كده واحط عليه، ولازم احط طبقاتي دي عشان ما يلزقش في بعض. وانا اسيبها هنا لحد ما اعمل بقيه الكميه. ودي كمان واحده يا حبايبي بعملها قدامكم، اخر واحده اهو. شايفين؟ زي ما قلنا اهم حاجه في الوصفه دي وهتاخدي احلى عيش سوري اللي احنا بنشتريه من بره غالي، هنعمله في البيت ونعمل لاولادنا بيه احلى سندوتشات في البيت. شايف؟ وكل خلي بالكم العجينه بتقعد معايا، وكل ما بتريح اكتر بتتفرد معايا اكتر. شايفين؟ رش تاني شويه دقيق. احنا قلنا اهم حاجه الدقيق. شايفين؟ انا كده خلصتها اهو. افردها كمان شويه عشان تبقى احلى. هاجي بقى هنا اهو، خلاص انا عملتها. شايفين عامله معايا ازاي؟ احطها هنا. شايفين الكميه اللي انا عاملاها وانا حطاها كده. يلا بينا بقى نشوف هنسويها ازاي. انا هنا حبيبي عندي الطاسه بتاعتي اهي صينيه. لو انت عندك الطاسه اللي متلزقش مش مشكله. انا دلوقتي هحطها على النار، على النار عاليه، هسيبها لحد ما تنشف خالص وبعدين اسويها فيه. كده الطاسه بتاعتي نشفت. انا بقى هوطي النار خالص على نار هاديه كده، وهبدا بقى. شايفين اهو؟ انزل بالعيش بتاعي في الطاسه، احاول افرده كويس كده. ايوه شايفين يا حبايبي؟ هي بدات تستوي معايا.
مش اهي شايفين اهي. انا هسيبها كده لحد ما تستوي. شايفين هي بدات تستوي معايا اهيت. انا بقى هقلبها الناحيه التانيه كده. شايفين اهوت بدات تستوي معايا وهتطلع حلوه جدا وهتعجب ولادكم. اول بس اهي شايفين بدات اهي بدات معايا تستوي زي ما انتم شايفين على الجنبين. شايفه بقت عامله ازاي. انا بقى هطلعها واحط هنا. بقى المرحله دي مهمه جدا. انا طلعتها هنا حطيتها في الصينيه. اغطيها علشان ما تنشفش مني. هنغطيها بقى بفوطه نظيفه. عندك حته قماشه نظيفه، المهم ان تكون حاجه نظيفه عشان ما ينشفش منك ويفضل طري. يلا نعمل بقيه الكميه ونشوف هنعمل فيها ايه. ادي كمان واحده. ثواني بس عشان هي الطاسه سخنه فانت تخلي بالك. ايوه اهي. اول ما بتنزل على النار بتبدا على فكره تتفرد اهي. افردها كده بشويش. فردت معايا. هي ما بتاخدش ثواني على النار على فكره. شايفين يا حبايبي شكلها بعد ما استوت اهي. شايفين عامله ازاي. وانا هقلبها بقى على الناحيه التانيه اهي برضو بقت مستويه. دلوقتي اهو يا حبايبي انا خلصت الكميه بتاعتي. شايفين عامل ازاي. شايفين وطري جدا. شايفين عامل ازاي كده. انت عملتي لاولادك في اقل من نص ساعه احلى عيش سوري اللي هو التورتيه ده. انا بتلخبط في اسمه صراحه. وبصي وهيعجبهم جدا جدا جدا. شايفين عملت كميه قد ايه. انت بقى تقدري تتحكمي في الحشو. شايفين بحاجه بسيطه جدا. ب3 كوبايات دي عندنا كلنا في البيت ومعظم المكونات عندنا في البيت. عملنا اولادنا احلى عيش سوري. ويا رب وصفه النهارده تكون عجبتكم. وما تنسونيش في الشير واللايك والاشتراك في القناه بتاعتي. مع السلامه.